في مثلا اب او ام ممكن في يوم من الايام ما يحبوش عيالهم. معادلة صعبة. انت بتصنف نفسك انك اب كويس؟ لا. أبوبة، أمومة، عواطف، أولاد، تربية. يعني ايه بابا فريدة لفريدة؟ عمري فكرت فيه بالطريقه دي. المفروض اجهزها للي هتشوفه في الدنيا. مش عارف يا ترى هتتحل إزاي؟ اصلا بعمل عكس كل حاجه كانت بتتعمل معايا. الفخ فيه المتطلبات المجتمعية مش الاجتماعية. المعادلة دي لو اديناها المهندس هنطلع منها إيه؟ الحقيقة ان الإجابة معادلة صعبة. أبوبة، أمومة، عواطف، أولاد، تربية. يا ترى هتتحل إزاي؟ المعادلة دي لو اديناها المهندس هنطلع منها إيه؟ في الهندسة كل مشكلة ليها حل وكل غلط ممكن يتصلح، بس إيه اللي بيحصل لما تكتشف إن في دورك كأب ما ينفعش تغلط؟ ضيفنا النهاردة هو المهندس محمد يسري شعيب، مؤسس شركة إشبيليا للتصميمات الهندسية وكمان صانع محتوى. محمد قرر لأول مرة يخرج من دور المهندس ويسأل نفسه أنا كأب أقدر أعمل إيه؟ ورغم إني مش في مكان محمد وما جربتش التحدي ده بنفسي، بس أنا بشاركه في سؤال المهم: هل الأبوة مسألة معقدة ملهاش حل؟ ولا هي بس بتحتاج نوع تاني من المعادلات؟ وفي حلقتنا النهاردة أنا متحمس أقعد معاه وأشاركه رحلته وهو بيدور على الإجابة اللي هتخليه يقدر يساعد نفسه بنفسه. محمد يسري، منورني. نورك حبيبي والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله أنا كويس. أنا عايز أسألك كده، إيه قصتك؟ أنت في كل حتة كده بشوفك، كل حتة بتطلع لي انستجرام وفي التيك توك. إيه أنت مين؟ مهندس. يعني ببساطه يعني هو يعني انا بقول مهندس بس يعني طبعا في ستوري في التفاصيل، بس يعني انا من وانا صغير اللي هو كلمه هندسه في دماغي، اللي هو بشتغل وانا عندي 12 سنه واشتغل في ثانيه اعدادي غالبا، يعني اجازه اولى اعدادي. ف بديت اشتغلت في حاجات، كل حاجه ليها علاقه بالانجينيرنج. هي انا ما كنتش عارف ان انا رايح للانجينيرنج، بس اللي هو اشتغلت في الكهرباء وفي التكييفات وفي في السباكه، اشتغلت في كل حاجه ليها علاقه بالهندسه قبل ما اخش هندسه اصلا. لما دخلت اول سنه في هندسه كنت معايا اول بروجكت او اول شقه بشطبها، بس فابتدى الحياه تختلف من الحته دي. ممكن طبعا لو رجعت ورا شويه، فانا في اولى ثانوي مثلا كنت متحمل البيت كله، كان بابا وماما سافروا يعملوا عمره، فانا قعدت شهر. عندي اخ اصغر مني 3 سنين واخ تاني اصغر مني 7 سنين، واحنا 3 ولاد، بيت فيه 3 ولاد او فيه 4 رجاله، يعني ممكن نقول برضه ما فيش غير الام بس يعني. فالشهر ده علمني كتير. انا خرجت منه يعني كنتش عارف انا هبقى احسن يعني حلو ولا وحش، بس يعني ممكن ببساطه هو دخلني في مرحله الرجوله قبل ميعادها او ما اعرفش. يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش برضه. دخلك في مرحلة الرجولة قبل ميعادها؟ يعني اللي هو انا بقى اصحابي المدرسين مش الطلبه، فالطلبه ما بقوش تحبني بتهزر؟ بس فيعني خلاص انا رحت لحته تانية، اتنقلت. عارف لو اتشفت كام سنه قدام، وده حاصل بقى في كل مراحل حياتي، اللي هو كل شويه في تراك تمشي فيه، وفي نفس الوقت اللي هو لا انت مش مع انت في الجامعه مع الدكاتره ومع المعيدين مش مع الطلبه. انت في سنك مشفت اصحابك اكبر منك ب10 سنين، فالكونكشنز اللي حواليك كلهم فالموضوع شويه انا ما اعرفش. طبعا فادني كتير، يعني لو احنا بنتكلم على بيزنس وي فهي اكسبيرينس، واتعلمت وكبرت ومن حته ما كنتش يعني اتخيل انا ممكن اوصل لها دلوقتي. بس في الاخر ما اعرفش هل ده الطبيعي او مش ده طبيعي، او ده حاجه مختلفه ولا حاجه مش مختلفه. انا في الاخر ماشي في تراك الحياه وبنشوف. بس دخلت هندسه ودخلت في الفيلد بتاع الانتيريور ديزاين والتشطيبات، وحابه بقى عندي مصنع خشب، بقينا نخلص كل شغلنا من المصنع للشغل بتاعنا، فبقينا ندايزن ونشطب ونفرش. حابه رحت الامارات فتحت فرع هناك، وماشيين بقى في تراك. يعني خلاص بقيت الموضوع شويه، ما بقيتش اقول مهندس اكتر من ان انا بقيت حابب البيزنس اكتر، اللي هو خلاص انا بقيت في حته البيزنس اكتر. طلعت عندي تيد توكينج في كذا حته، يعني طلعت تيدكس كتير في يعني ده 2 سيشنز مثلا في السنه بطلعهم معاهم، تلفزيون كتير، حاجات كده يعني. ف حته السوشيال ميديا شويه انا اتسحبت بيها. انا كنت راجل مهندس شغل ديزاينز وتشطيبات والكلام ده كله، وزعيق وعمال وصناعيه، مره واحده لقيت الموضوع بقى فرافيلي قوي كده يعني. بس يعني تمام، يعني ما عنديش مشاكل معاه. هتطلع تلفزيون وتعمل حاجات. بس ما عنديش مشاكل معاه، تمام يعني. طب اقول لك حاجه، لو انا سالت هو مين محمد يسري، لو احنا شلنا الالقاب اوكي. وخبره العمل
وهواياتك ودينك وكل حاجه، لو احنا جردناك من كل ده وقلنا مين محمد يسري؟ سؤال صعب شويتين 3 يعني، ما انا فكرتش فيه، عمري فكرت فيه بالطريقه دي. بس يعني ممكن اقول لك اسمع، يعني صعب ان انا اصلا اشكر في نفسي، يعني الموضوع صعب يعني، او ان انا اقول انا حلو ولا وحش، انا ما اعرفش. لا عادي يعني، مع الناس اللي حواليا جدع، موجود، بساعد، ما بعملش مشاكل، ما بحبش الدوشه يعني يعني اصلا قاعد في مكان اتعور الاقي نفسي اللي هو الناس تقول لي ما عرفتش عملت محضر ليه في المكان اللي انت كنت فيه طالما اتعورت او حاجه وقعت عليك من المكان اللي انت كنت قاعد فيه. لا ماليش انا في الكلام ده، ما بحبش خلاص. نصيبه يعني، انا مؤمن بالقدر والنصيب بطريقه غير طبيعيه، اللي هو خلاص ده حصل، عملت حادثه بالعربيه، عمري مثلا ما رحت عملت محضر ولا حصل. فانا ببساطه اللي هو عادي جدا. طارق دلوقتي ممكن يقول لي ايه، معاك 10000 جنيه ودهم لك بكره، واقعد عليك مثلا 3 4 5 شهور سنه اللي هو ايه ده في ايه، عادي. معكش 10 لا معيش، لا بقيتش امشي بفلوس استعمل فيها كتير. سارة. اوكي. بس فيعني شويه مش قادر احط في جمل مفيده مين محمد يسري، بس يعني ما اعرفش. هو انا من زمان حاسس مفيش، هو انا راجل مهندس يعني، ما اقدرش اتخلى عن دي، يعني دي حته كده انا بحبها، انا بحب بس يعني بروح الجامعات مثلا، انا حاضر في حاجه ما بحبش اقول يا دكتور، اقول لي يا باشمهندس، ما تقوليش يا دكتور، بس كده يعني. يعني احنا دلوقتي لما جربنا الباشمهندس من كل الالقاب، اوكي انت شخص جدع وشخص رايق ما يحبش المشاكل، عايز الحاجه تبقى سلسه كده، وفي نفس الوقت شخص متواضع مش عايز يحمد في نفسه ويقول انا جامد، وانا لا، انا دي افعالي وبستنى على الناس وبصبر عليهم. يعني انا شفت فيك مواصفات جميله جدا. اوكي. اللي انا انترستد فيه ايه القصه اللي خليتك تبقى هذا الشخص؟ انا عارف ان انت مريت بتجارب كتيره، اوكي. ايه اللي خلاك الشخص ده، الشخص الجدع؟ هي تويستات كتير يعني، او لا الشخص الجدع او الحته او حته الصفات انا ما اعرفش يعني، عادي يعني. ممكن تكون ليها علاقه بالتربيه، ممكن يكون ليها علاقه بس مش شرط، ومش كله بيبقى زي بعضه في الاخر. بس انا شويه بحب او يعني بحب الموديل ده، انا تمام يعني، انا مش عايز دوشه حواليا، يعني انا دوشه في الحاجه اللي انا رايح اعمل دوشه فيها، غير كده انا مش عايز دوشه، ما ادورش عليها يعني. بس حلو، حلو قوي. طيب انا عارف ان انت تجربتك يعني هي ابتدت من بدري قوي في الحياه، وان انت في سنين كتيره من عمرك زي ما انت قلت سبقتها، ودخلت في كارير بدري قوي وكبرت فيه ما شاء الله، يعني كبر فيه جدا. فده معناه ان انت الكلام ده ما حصلش في يوم وليله، والكلام ده ما كانش سهل، والكلام ده اكيد فيه تحديات. شور. انا بقى انترستد يعني، مهتم قوي اعرف ايه التحدي اللي بيواجه محمد يسري النهارده. التحدي اللي بيواجهني، اوكي. لا لو اتكلمنا في تحديات، في تحديات كتير، بس لو اتكلمنا مثلا على حاجه بقت يعني اساسيه او حاجه مهمه دلوقتي، انا شايفها ان انا عندي طفلين، مش بقول يعني مش طفلين يعني، اكيد 6 7 سنين او 7 8 سنين، بس في الاخر اللي هو في اطفال يتربوا ازاي بقى، اللي هو يتربوا زي ما انا اتربيت، ويتعبوا ويشيلوا الهم من وهم صغيرين، ويجروا عشان يحاولوا يعملوا حاجه والكلام ده كله، ولا يبقوا انا من الناحيه التانيه يعني شايف ده، وشايف الناحيه التانيه لا، ولا فرافير. يعني انا بالنسبه لي كده يعني ولا في النص، شفت ناس في النص عادي خالص يعني، خد واتربى ولعب وخلص كل حاجه في وقتها مظبوط، واشتغلوا بقى تمام وكل حاجه. فاللي هو ده الصح ولا الغلط انا ما اعرفش، زي ما انا قاعد معاك دلوقتي، اللي هو يعني الموديل نفسه كله على بعضه، انا ما اعرفش ايه الصح فيه وايه الغلط. انت ماشي في تراك، انت اللي بتوجه نفسك، انت قراراتك كلها بين ايديك. انت اللي يعني في الاخر لو قاعدين في قاعده وهيتحكم عليك، فاللي هو مش هتقول مثلا هنجيب حد يقعد مكانك عشان لا، هو الحكم هيحصل دلوقتي بيني يعني اللي هو خلاص هتسالني على قرار، فانا هديك القرار، مش هرجع لحد يعني، خلاص هو قرار عندي انا في اي حاجه في حياتي. فهل ده صح ده غلط ما اعرفش، هل ده مريح مش مريح، هتقول لي انت مرتاح نفسيا او مش مرتاح نفسيا مثلا، اقول لك جميل. اي يعني اكيد اوقات بقعد مع نفسي بحس ان انا مش مرتاح، واوقات بحس ان انا مرتاح جدا. بس فخلاص اللي هو يعني عارف اللي هو انت ماشي في تراك الحياه، وزي ما بتيجي خلاص عندك بلانز وعندك جولز معينه واضحه، وبقيه الحاجه انت سايبها بقى على جنب، تيجي زي ما تيجي. تيجي زي ما تيجي. يعني انت ممكن تقول التحدي دلوقتي ان ازاي هتربي اولادك بطريقه انت تبقى راضي عنها، تاخد فيها قرارات وانت راضي عنها، وتقول انا دلوقتي لا انا بدلعهم قوي، ولا في نفس الوقت انا شادد عليهم قوي. هل ده التحدي بتاعك ان انت توصل لا ده ازاي؟ التحدي دلوقتي ان انا ما بعملش ده، ان انا اصلا بعمل عكس كل حاجه كانت بتتعمل معايا. انا يعني اتمنى لهم رضا يرضوا، اللي هو انتوا عايزين ايه؟
اللي انتوا عايزينه يبقى موجود دلوقتي في التو اللحظه، او مش عايزهم اطلعهم اللي هو مش عارف يعني مش هيعتمدوا على نفسهم، لا عايزهم طبعا. يعني انا متاكد ان في يوم من الايام هبتدي اسحبهم للشغل وهبتدي، بس يعني اكيد هيبقى بطريقه مختلفه او بشكل مختلف غير اللي انا بدات بيه. مش عشان كده برضو مش عارف هل الكيس بتاعتي هي الصح ولا يعني انا بحس مفيش صح ولا غلط. هو في الاخر ممكن يكون ده الافضل او ده الاحسن، ده احسن من ده افضل من ده. ف يعني في الاخر try and error I think. هو انا حتى اتعلمت البيزنس والسوق والشغل بتاعي وكل الكلام ده. انا بقول لك انا بشتغل في الحاجه قبل اصلا هندسه، فكله كان تراي اند ايرور. فكل حاجه في عندي هي فتيجي في الحته دي بقى بالذات، لا هي صعبه يعني فيري ديفيكولت، يعني صعبه لاولادك بقى اللي هو مش عايز تراين ايرور، مش عايز ايرور. مش عايز تراي ايرور او مش عايز ايرور، بس عايز اللي هو مين هيقول تعمل ايه. ما هو دي الفكره برضو، هل في حد ممكن يكون عنده الاكسبيرينس بتاع الحته دي ان هو يجي يقول لا انت المفروض تمشي معاهم بالسيكونس الفلاني، ولو في اجزاء متغيره مثلا هتبقى يعني 80% هتمشي معاهم بالطريقه دي، و20% دي بقى حاجات ما فيهاش صح وغلط، دي ممكن على حسب انت هتعمل ايه. فهل ده اصلا حد ممكن يبقى موجود يواجهني حاجه زي كده؟ انا ما اعرفش. هو فعلا في حد موجود فعلا، يعني انا مش عارف انت جبت انا الجون. يعني ما اعرفش حد موجود ولا مش موجود، بتكلم بشكل عام لان انا ما بركزش في التفاصيل بتاع الحته دي. عارف اللي هو لما حد بيسال انت شغال ايه، انا راجل مهندس، فانا اللي هو انا كل الحياه بالنسبه لي معادلات، 1 زائد 1 بيساوي 2، مفيش 1 ونص 1 وربع. هو طب انت مهندس خلال 120 ثانيه اوكي يبقى معانا خبيره في الصحه النفسيه. 120 ثانيه 120 اوكي ثانيه اللي هم شغلت ستوتش جامد اوكي جامد. هي هتوصل معانا النهارده وهي خبيره في الحاجات دي. هي عندها خبره نوب. في تربيه الاطفال، وخبره يعني ده مجالها. اوكي يعني بقى لها 25 سنه. واو هي شافت كتير. فايه رايك استناها بره؟ مستنيكوا خلاص، مستنيكوا يلا طبعا بينا. طبعا مستنيكوا. فرصه سعيده جدا. اشوفك بعد 60 ثانيه 75 بسرعه. ماشي. من جامعات لندن لعيادات أمريكا لمؤسسة منظمة ELF للتعليم الفعال للأطفال في مصر، لضيفة في حلقتنا النهاردة دكتورة نهلة قنديل، أخصائية في علم النفس العصبي للأطفال. قعدت سنين دراسة وتدريب بتتعلم إزاي تفك شفرات سلوك الطفل علشان تبقى قادرة تساعد الأهالي. وده اللي خلى رحلتها مش بس أكاديمية، ولكن دايما بدافع، وهو إننا نفهم الطفل. دكتورة نهلة مش جاية تقول لنا الصح والغلط، لكن جاية تساعد ضيفنا يساعد نفسه. نهلة قنديل، هاي طارق. منورانا. الله يخليك، بنورك. كام ثانيه؟ بص كده. 135 ثانيه. اوف انت اتاخرت، معلش. انت قلت انت ليه كده؟ لا بس يعني تعجلت. الكعب كان تعبني فمكنتش أوكي. عارفة جامد. طيب خلاص يعني انا بس عشان يعني ما كنتش متخيل اللي هيجي حد ممكن اقعد كده انا ساكت فانا خلاص انا كده انا قاعد ساكت. شكرا لذوقك، شكرا يعني ان انت صبور معانا. وانا حكيت لنهلة عن التحدي اللي انت فيه، اوكي وقلت لها التحدي، وقلت لها ان ازاي انت دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. اوكي فنهلة احب اعرفك على محمد يسري. مهندس لو سمحت. باش مهندس محمد يسري شعيب، اسم الثلاثي، اسم اللي على البطاقه. وهو ما شاء الله مهندس ناجح جدا، وكمان حابب يبقى اب ناجح جدا. صعبة قوي. حاول يعني التحدي بتاعك صعب جدا، للأسف في مش صح وغلط، أبيض وأسود، رايت اور رونج، في مش لازم، بس في أنا مين اوكي وعايز إيه، وعايز أشوف إيه في ولادي، إيه اللي هسمح لهم بيه وإيه اللي مش هسمح لهم بيه. أكنك بتشيب من أصعب على فكرة الحاجات. أنت متخيل إنك بتشيب بني آدم هيبقى في المجتمع وهيتجوز ويخلف ويكمل هو شيتنج بني آدم. للأسف عندنا بفكر كده إن أنا لازم أخلص جامعة، أتجوز، أخلف. ده كأنه التطور الطبيعي. على فكرة أخلف دي قوية جدا. هو في فرق بين البني آدم والبارتنر أو الزوج والزوجة والبارنت. التلاتة احنا نفس الشخص، بس احنا بنلعب 3 أدوار، كأني جوه فيلم وبمثل 3 أدوار. بس البني آدم هو اللي بيطلع منه البارنت وهو اللي بيطلع منه البارتنر، ودايما في خلط ما بين بارتنر وبارنت.
يعني في دايما خلط ما بين ان انا زوج وان انا اب، او ان انا زوجه وان انا ام. هم على فكره ادوار مختلفه تماما. مش لازم عشان تبقي زوجه تبقي ام، ومش لازم عشان تبقي ام تبقي زوجه. الموضوع ده مش معنى ان انت زوجه كويسه ان انت ام كويسه، مش معنى ان انت ام كويسه ان انت زوجه كويسه. فكله بيعتمد على الانسان الاول هو عايز. الانسان الاول ولا الانسان الاول؟ الانسان الاول انت. الاول هو كشخص انت يعني. أول. اوكي انت خلاص، يعني احنا هنرجع لورا بقى كده طالما مش نرجع خلاص تمام. هي بتفرق في كده. طيب انا هخليكوا تكملوا الموضوع ده لوحدكم. انا فاكرك هتجوزني. لا ما كنتش هتجوز. خلاص السلام عليكم. انت هتسيبني وتمشي؟ ماشي كوبا. اوكي اللي انت شايفه. باي باي. نتكلم بقى. ايه ده هنتكلم؟ ايوه. اوكي. يعني ايه بيرنت؟ يعني ايه اب؟ إيه، لا دي اسئله صعبه. انا ما يعني ايه انا راجل مهندس ما بحبش المذاكره. ما بتحبش أنا المذاكرة؟ تركيبتي، فانا انت ما ذاكرتش بطل ومال سوا. ازاي؟ يعني ولغه وشرعا والكلام ده كله لا ما ايه اللي حصل؟ ازاي بقيت اب؟ فجاه لقيت نفسك اب، فجاه ادولك بيبي وقالوا لك ابنك. لا هو ازاي اتجوزت؟ ما هو انا اتجوزت زي بقى في بيبي تطور بالظبط. طبيعي لا لحاجه خالص ساعه. مش في تطور. هو انا لقيت نفسي مش لاقي حاجه اعملها فقلت اروح اتجوز. ما هي بالظبط كده. يعني اللي هو وبعدين اتجوزنا فلقينا ان الجواز بقى دمه تقيل فنخلف عشان هننبسط لما نخلف. لا وما لحقناش نفكر يعني اللي هو طيب خلاص. أوكي. يعني انا اتجوزت السنه دي، كان في فريده السنه اللي بعدها على طول، كان في يوسف السنه اللي بعدها على طول. ويعني ايه بابا فريده؟ يعني ايه بابا فريده لفريده؟ ليه فريده؟ من وجهه نظرها ووجهه نظري. من وجهه نظرك انت بابا فريده ده ايه لفريده؟ يعني انا بالنسبه لي انا يعني بغض النظر بقى انا مثلا يعني طلعت ازاي ولا اتربيت ازاي او يعني طريقه اي حاجه ايا كانت ليها علاقه في الحته دي كانت ازاي، بس انا بالنسبه لي وبالنسبه لفريده اللي هو انت عايزه ايه في الدنيا؟ بس انا عايزه اللي هو ايه، اي حاجه عايزاها في الدنيا انا اعملها لك. انا فاسيليتيت. انا يعني انا موجود معاك في اي حاجه. اوكي. ما تخافش؟ لا خالص. تخافش على فريده؟ لا برضه. الدنيا هتديها الفاسيليتيشن دي؟ مش عارف. تفتكر ان كأب المفروض اجهزها للي هتشوفه في الدنيا؟ المفروض. فانا المفروض ادي ولا المفروض ما اديش؟ مش عارف، هي دي اللي انا مش عارفها. انت عارف ان كلمه مفروض اصلا مش الصح انها تبقى موجوده في حياتك. اوكي. لا مفيش حاجه مفروضه. هو مين اللي فرضها؟ احنا. مش كده؟ انا فرضت على نفسي كده، فرضت على نفسي طريقه عيشه، فرضت على نفسي طريقه حياه، وانا ما فرضتهاش وانا بحبها. اوكي. فلما باجي ادي ولادي بدي ولادي باللي كنت يا اما ناقصني، يا اما اللي اتمناه، يا اما اللي يحسسني ان انا كويس. يعني اخر جمله دي يعني ممكن تكون مهمه بالنسبه لي في الحته دي، لان انا بعمل لهم وبعمل لي، يعني انا بعيش معاهم اللي انا ما عشتوش، فبعيش معاهم نفس الحاجه، فكاني اخ كبير معاهم بالظبط. حلوه قوي الجمله اللي انت قلتها بتاعت انا معاهم بعيش معاهم اللي انا ما عشتوش. طفولتك كانت مش زي طفوله ولادك؟ لا خالص. مختلفه تماما. ايه اكتر حاجه مختلفه فيها؟ مش عارف، يعني ممكن اكون انا مثلا محسسهم براحه. طبعا هو ممكن يكون سنهم صغير دلوقتي، فهل ده يعني بحاول افتكر وانا في سنهم كنت عامل ازاي، مش عارف افتكر. بس وبرضه مش هقدر اقول مثلا لا دراستهم مختلفه، حياتهم مختلفه، ماديا اجتماعيا ما اعرفش كل الكلام ده. اعتقد برضه ان دي حاجه ما حدش ليه ايد فيها. شكليات. بالظبط، كل ده حاجات يعني. فاحنا لو بنتكلم على الحته اللي هي حته مثلا ان هم في امان، انا حاسس ان هم في امان، هم طبعا مش حاسين، هم مش فارق يعني. لان هم ما جربوش اذروايز. ما أنا عشان احس بالامان، عشان اشوف الابيض لازم اشوف الاسود. اوكي. عشان احس بالراحه لازم احس بالتعب. شور. لو انا ما فيش تعب ازاي هيبقى في راحه؟ لو انا ما فيش عدم امان ازاي هيبقى في امان؟ الاتنين لازم يجوا مع بعض. ماشي. عشان كده الاجازه لطيفه جدا، لما نشتغل جامد قوي وبعد كده ناخد ويكند بنبقى مبسوطين قوي بالويكند. اما ابقى اب وهايل وممتاز وحاسس اني بعمل كل اللي انا عايزه والاقي ان هما مبسوطين، فانا انبسطت، انا عملت اللي عليا، انا سعيد باللي عملته، صح؟ بس عمرنا ما بنسال نفسنا
اذا كان ده اللي هم عايزين. والمشكله عارف ايه الاكبر؟ ان هم صغيرين قوي يسالوا سؤال زي ده. بالظبط. ازاي يا حد عنده 6-7 سنين انا مش عارف هو ما يعني انت عايز ايه يا ابني؟ لا هو مش عارف حتى اللي هو اقول له انت مبسوط ولا مش مبسوط يعني انت تمام ولا مش تمام. طب انا ماشيك في التراك اصلا اللي انت عايزه يعني في واحد صاحبي كان بيسالني من كام يوم بيقول لي كده بالظبط، بيقول لي انت عارف ولادك حابين يتمرنوا ايه ولا انتوا توديهم تمارين وخلاص؟ يعني اللي هو انت اللي هو رايحين سباحه رايحين كوره رايحين، طب انت عارف اصلا قعدت معاهم حاولت تتكلم معاهم او يعني تفهم قلت لهم يفهموا ايه هم يعني؟ فهو يعني انا مش عارف هل ده اصلا موجود ولا مش موجود. خطورة الأمر إن إحنا بنعتقد إن إحنا بنعمل لهم الصح أو بنعمل لهم الكويس، لكن ما بنفكرش قوي في هم عايزين إيه. كمان المشكلة دلوقتي إن الحاجات اللي بتتعمل للولاد بقت كتير قوي جدا. يعني أنا بحس إنهم بيشتغلوا 3 شغلانات في نفس الوقت. هم مش أطفال، هو يروح المدرسة ويرجع يروح التمارين ولازم مش عارفة يعمل إيه وايباد شويه ويلعب ولازم يبقى على السوشيال ميديا شوية عشان يبقى مع المجتمع. احنا ما كانش ده النظام ومش دي الحياة. فالولاد دلوقتي اكشلي عندهم تشالنجز اكتر مننا، ده بيحط علينا احنا كمان كبيرنت تشالنج كبير قوي. لا يعني حته زي دي مثلا انا يعني افتكرت حاجه وانا صغير يعني بابا زمان مثلا كان بيجي في الاجازه، احنا خلاص خدنا اجازه والنتيجه بتاعتنا طلعت واحنا ناجحين واحنا في ابتدائي، احنا اطفال صغيرين يعني وتلاقيه شايل مثلا يعني الفيديو جيم ولا الاتاري ده في الدولاب مخبيه لمده شهر ونص قدام، لدرجه ان احنا بنكتشف بعد مثلا شهر ان هو جابه فبنطلعه ونرجعه الكرتونه كل يوم قبل ما هو يرجع عشان ما يعرف اللي هو، ويطلعوه لنا قبل الدراسه فيه بشهر. اكنه تابو. ايه تابو؟ حاجه غريبه، حاجه بتفتح شيء محرم. اتاري بتاع زمان خالص. أيوة. حاجه كده اللي هو محرم. لا هو اللي جايبه يعني هو اللي جايبه وهو جايبه لنا كتب. بس انت لما تفتكر الاتاري ده مش بتفتكره كشيء كان موجود للمتعه. لا انا اصلا مش فاكر الكيس بتاع الاتاري خالص او اي حاجه ليها علاقه بالموضوع غير ان ده كان بيتشال مننا لمده شهرين واحنا مش عارفين نلعب. بالظبط بس بس ولا تعرف ليه ولا عشان ايه. فتيجي بقى ناخد البني ادم ده ونحطه مع ولاده، هنلاقي بقى فيه اكتر من تصرف. واحد اشيل من عليهم كل حاجه، لا انا هربي ولادي زي ما انا اتربيت ومفيش بتاع البلاي ستيشن بتتشال اول ما المدرسه تبتدي. وممكن احس لا هو مش غلب اصله، هم يعني اطفال بالظبط يلعبوا وقت ما يحبوا PS5 وفي ار ويقعدوا يتنططوا يتنططوا يعملوا بعضين. بس انت شايف قد ايه تشيبت على البرسبشن بتاعتك انت، وجهة نظرك انت، رؤيتك للموقف اللي عشته في طفولتك. عشان كده بقول ان احنا بيجي كتير قوي ناس تسأل اربي ولادي ازاي. شوف نفسك الاول هتلاقي نفسك عارف تربي ولادك. بس الاهم من ده كمان انك تفكر هو انا عايز ايه من التربيه دي. اوكي ايه المخرج اللي انا عايزه؟ اصل انت في مصنع ادولك مواد خام وبيقولوا لك هتخرج في الاخر منتج نهائي. بالظبط شكلهم. انت مهندس اهو، انا جاي لك من الهندسه زي الفل اهو. ليك شكلهم على طول واخش دلوقتي يعني تمام. اديت لك الحديد والاسمنت والطوب والزلط والرمله ويلا يا باشا ابني. هتبني ايه كل دور؟ هتحط ايه كل؟ في حد هيبني والعماره هتقع، وفي حد هيبني والعماره تطلع النص، وفي حد هيطلع دور، حد هيطلع دورين. وفي عمارات صلبه وفي عمارات ضعيفه بالزبط. وفي عمارات فاهمه الدنيا وفي عمارات مش فاهمه الدنيا. الحته دي الواحد كتير مش بيفكر فيها، مش كده؟ صح. بيبقى عايز بس يعمل زي ما بقيه الناس بتاعه. والله ممكن يكون الكيسه طبيعيه كده، لكن انا مش بعمل زي يعني انا مفيش حاجه في حياتي اعملها يعني بشوف مين عامل ايه وعايز اعمل زيه بالظبط. لا خالص، اللي هو يعني انا شايف ان هم لا سنهم ده ان هم يلعبوا ويعملوا كل حاجه في الدنيا فاوكي مثلا. بس ما بتشوفش ان في كل عصر او في كل وقت كان في شيء متعارف عليه ان هو ده اللي المفروض يتعمل؟ ممكن في حاجات مشتركه كتير طبعا. حاجه من الحاجات اللي كنت بعملها مع اولادي وكانت الناس كلها تستغربني جدا، اول ما يخشوا المدرسه لما يصحوا الصبح بسالهم اذا عايز يروحوا ولا لا. اوكي وما حدش كان فاهم ازاي بسال حد عنده 4 سنين، لان الاجابه اكيد هتكون لا طبعا. يا سلام. اكيد الاجابه كانت بتكون عشان هم عارفين انه عندهم مسؤوليه وان هم في ريبورت كارد جاي وفي بيرنتس ميتنج جاي، فانا هشوف المدرسه وفي شهاده طالعه. اوكي. لو المدرسه قالت كلام مش لطيف او الشهاده طلعت مش ظريف، ماما هتبقى مش ظريفه. اوكي.
اوكي، فاحنا بنعلم سنس المسؤوليه. ممكن نقول ولما تيجي تسالهم دلوقتي لان هم شحطه كبار يقول لك لا ما هو برضو خلينا يعني الموضوع سهل. شوف انا كانت وجهه نظري ان هم بيتعلموا المسؤوليه، هم وجهه نظرهم انها مامي هي خلتنا برضو شويه يعني اوكي مع ان احنا ما نروحش مكان عشان احنا مش حابين. بالنسبه لي ده نجاح. أوكي؟ طبعا. بس ممكن هم يقفوا في موقف ويحسوا ان ده مش نجاح. ممكن طبعا. هنا بقى هل الانسان يحاسب نفسه؟ لا. صح، برافو، اجابه صحيحه. لا. لا، لان اخطائنا اللي بنعملها مع اولادنا هي اللي بتشيب ولادنا وبتشيب تفكيرهم. فممكن يكون شيء احنا الاكسبيرينسز اللي بنمر مش بس الاخطاء، كمان الاكسبيرينسز الحلوه، بس اكشلي الاخطاء قوتها اكبر لانها بتعلم. فلما بتيجي العلامه دي هو بيقرر انه يعمل ايه بعد كده، اوكي. يعمل ايه باللي هو شاف. فعشان كده مفيش صح وغلط، مفيش ابيض واسود. وفي انا ممكن اخده في حضني النهارده وبكره احس انه لا انت كبرت، شد طولك، اقف. اوكي، فالاب والام عندهم ترمومتر داخلي بيستخدموه ده. بس السوشيال ميديا، الافكار بتاعت الناس، الحاجات اللي الناس بتقولها بتخلي الموضوع ده بيقل كل شويه. يعني في الترمومتر ده او الفطره دي بتقل مع بقى الامهات بقت تقرا في مليون حاجه عن التربيه، والابهات عايزه تعمل ذا بيست لاولادها، فابتدينا نشوف اقل واقل من الفطره نشوف اكتر واكتر من علوم. يعني هو طبعا بقت كتير طبعا. السوشيال ميديا بقت متحكمه جدا بكنترول حاجات كتير. انا مثلا من ضمن الحاجات انا مش عارف حل مثلا مع موضوع الايباد. خلاص هو بالنسبه لهم ده المسكن في كل حاجه عن الحياه، ان هو تسحبه يعني خلاص هو كده في مصايب هتحصل. بس طبيعي محكوميه مصايب واحنا صغيرين. انت عارف بقى ان ده من الحاجات اللي الابحاث العلميه فيها كانت غريبه جدا. ان في الاول خالص قالوا لا والولاد ده بيأثر على تركيزهم، وثلاث ارباع الولاد اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه بسبب المخروج ده. اوكي. فالولاد ما تقعدش اكتر من نص ساعه كونتينيوس في اليوم. حاليا من كتر ما هو بقى حاجه مهمه بيقولوا لا الولاد عند سن معين لازم، هو مش المفروض يمسكوه قبل 6 عشان ده مش كويس لخلايا المخ، لكن بعد كده لا هم المفروض بيقعدوا عليه لان ده السوشيال انتراكشن وده اللي بيتفاعلوا فيه مع اصدقائهم وده الطريقه اللي بيلعبوا بيها ودي خروجتهم وان الحياه شكلها بيختلف. وانا شايف برضه ممكن يتعلموا منه، بياخدوا في اكسبيرينس حاجات. يعني ساعات بالصدف كده بقى بعمل حاجه الاقي مثلا فريده اللي بتعمل هي بتعمل اللي هو ايه ده يعني هم اثروا مننا بكتير. يعني فريده جايه مره بتقول لي بابي ممكن تعمل ليوسف يوتيوب شانل عشان انا عملتها بس انا مش عارف اعملها له. ايه ده؟ اللي هو ايه يعني ايوه مين ازاي يوتيوب شانل؟ يعني انا اصلا يعني انا عندي حاجه يعني كل السوشيال ميديا بتاعتي يعني فيديوز وبتاع وكل حاجه. بس يعني لو مش عامل يوتيوب شانل اللي هو ايه ده؟ انتوا اول حاجه بتفكروا فيها كده اصلا ده يعني طيب. كل بقى اللي احنا قلناه دلوقتي كده واديت لك كذا حاجه واتكلمنا في كذا حاجه، يعني ايه جود بيرنت؟ انا سالتك في الاول يعني ايه اب، دلوقتي بقول لك يعني ايه اب. يعني ايه اب كويس؟ يعني ايه اب كويس؟ لا يعني مش عارف احطه في واحد يعني 1 2 3 4 يعني انت بتصنف نفسك انك اب كويس؟ لا ما بتصنفش نفسك انك اب كويس، وبتشوف ايه اللي المفروض تحسنه. يعني انا ممكن اوصل 80 لكن ما اخشش معاهم 80 بس مش يعني وقتي مش سامحني ان انا اخش او ممكن ابقى مسؤول عن ده. يعني انا ممكن اقدر اعمل ده بس اللي هو ما بحاولش اجي على حاجه تانية عشان مثلا ان اخش معاهم واتفرج عليهم مثلا ترمي السباحه ولا في اي حاجه اللي هو دي حاجه مثلا ما اعرفش مضايقاني ولا مش مضايقاني او اللي هو يعني هصنف نفسي في انهي حته ما اعرفش. بس يعني انا بعمل حاجات معينه وخلاص يعني مش بعمل كل حاجه حرفيا. هل ممكن نعمل كل حاجه؟ انا بشوف ناس بتعمل حاجات تانية يعني دي الفكره. انا ما بعمل يعني في حاجه يعني ابسط حاجه انا عمري ما غيرت بامبرز لاولادي.
وفي ناس كتير ما غيرتش ده كده. بس انا كل اللي حواليا كنت بشوفهم عامل اللي هو ايه ده، ازاي انت اللي هو ازاي يعني مستحيل. الصورة المجتمعية. بالظبط. اللي هو مامتهم انا مش موضوعي. بس واحنا قلنا بقى ام واب، زوج وزوجة. احنا كأم واب بالنسبة لنا ده اوكي. بالنسبه لنا اوكي. يبقى احنا كتربية نقدر ناخد اللي احنا عايزينه، الطريقة اللي احنا بنشوفها بيها. مش لازم اللي بيحصل، لان مفيش لازم، مفيش مفروض، بس في قواعد للأبوة والأمومة. اوكي. قواعد نلتزم بيها او شكل متعارف عليه اكتر منه. فالاب مثلا هو السند، هو الظهر، هو اللي بيدافع عني، هو اللي بيجيب لي اللي انا عايزاه، هو الوسيله والحمايه. الام الحنان والعطاء، وتاخد بالها مني وهاكل ايه وهلبس ايه وهعمل ايه. مع ان احيانا حتى الادوار دي بتتلخبط. صح. فالتحدي اللي انت بتسأل عليه والتشالنج اللي انت بتشوفه في حياتك ده، انا متهيألي انه واجهه اي ام واب، وكل حد بيدور على اجابه له. اوكي. لكن الحقيقه ان الاجابه مش موجوده، لانها ما فيش حاجه اسمها اب كويس ولا حاجه اسمها ام كويسه. في حاجه اسمها انا حاولت. في حاجه اسمها انا حاولت باقصى ما عندي. بس اللي اهم من ده ان يكون الاب والام دول عندهم وعي. زي ما قلنا، وعي الماده الخام دي انا هخرجها ايه، هتخرج من المصنع عندي عامله ازاي، ايه العيوب اللي مش عايزها في الماده الخام دي، ايه العيوب اللي في المنتج بتاعي انا مش عايزها، والعيوب اللي انا عايز اتفاداها هتفاداها ازاي. فهي خطه بنمشي بيها في كل مرحله عمريه. فمثلا هم اطفال صغيرين انه يبقى عنده طفوله سعيده، مبسوط، مرتاح، كل الكلام ده. يخش في اللي بعد كده قواعد ومورالز واثكس واخلاقيات وكور بقى. احنا هنا بننمي بقى جوه البني ادم قوي. ف 14 هو انت ما عندكش الاوبورتونيتي قوي بتاعه اللي حصل بقى قبل كده. خلاص هو انت اديته، بس ستيل بتتفرج على الفعل، بتتفرج على نتيجة اللي عملته. لأن لسه عندك كام سنة، مش إنك تدي حاجة مختلفة، لكن إنك تغير اتجاهات أمور مختلفة أو تنصح. مرحلة النصح والإرشاد أنا بسميها. فعندك ده. الفكرة برضو إنك تكون فاهم إنك ما ينفعش تقرر إنه لما يتم 17 سنة أنا هبقى جزء من حياته. اكتر حاجه بسمعها من الولاد الصغيرين هو لما افتكرني. بالظبط. هو جاي دلوقتي عايزه نقعد نتكلم مع بعض واحكي لها حكايات ما هي ما كانتش موجوده زمان يعني. فيبقى نمره 1 التواجد بوعي، التواجد في اللي بيهم الطفل. فانت مثلا اتكلمت على اني ما بروحش تمرين، هو ممكن التمرين ده يكون هو رايحه اصلا هو مش عايز، فبالنسبه له دي مش فان مومنت ان انا اشار. الحاجه التانية غير التواجد ان انا ابقى فاهم ان تواجدي ده بكواليتي معين. يعني انا لازم اكون موجود، لان كتير قوي الاهالي يقولي ما انا ببقى في البيت. ايوه حضرتك في البيت بتتفرج على التلفزيون، اوكي، حضرتك في البيت بتاكل ماسك الموبايل بتتكلم في الشغل، انت في البيت انت فيزيكلي انا متشاف في البيت، بس انا في البيت، لكن انا ما عنديش علاقه معاك اصلا. انا كاطفال انا ما عنديش علاقه معاك، فبالتالي لا انا متواجد معاهم. طب ايه الوقت اي حاجه كونسيستنت واقدر اقوم بيها بصوره دائمه فهي مفروضه عليا، هو ده الصح. طيب الصح بيقول نص ساعه كل يوم، اوكي ماشي، بس انا مش هدي نص ساعه كل يوم، ولو اديت نص ساعه النهارده مش هدي بكره. دي اكتر حاجه تحسس الولاد بالقلق، لانه مش عارف انت امتى جاي. لكن لو انا اقدر ادي 10 دقائق قبل النوم كل يوم، او اقدر ادي 10 دقائق الصبح واحنا بنفطر قبل المدرسه، فضلت بديهم ده، فدي جرعه الامان بتاعهم، دي جرعه الحنيه اللي ده بقى جزء ثابت في حياتهم اليوميه. وما خلاص احنا بنشوفك وعارفين الوقت بتاعنا وهنقعد نتكلم معاك. بالظبط كده. فيبقى التواجد، الاستمراريه، ان احنا نسمع،
احنا بنربي ولادنا ان احنا نقول لهم يعملوا ايه. شفت انت حتى لما جيت تتكلم لما اتكلمنا في الاول على انك تسمع رايهم، هو انا ازاي اسمع رايه؟ ازاي طفل صغير لا هيقول على فكره لو اديت له فرصه هيعبر لك. بتحب تروح تمرين السباحه ولا لا؟ لا ما بحبوش خالص، والكابتن بيزعق طول الوقت وانا اصلا ببقى سقعان في الميه يعني بالظبط. فانا ممكن بقى اجي قايله لك بقى ايه، اجي قايله له بس انت عارف هتتعلم، اللي هو انا موجود بديلك حريه الكلام، لكن كمان بوري لك انا بعمل كده ليه، عشان بدل ما احس ان مامي وبابي قهروني اني اعمل شيء انا مش عايزه، ممكن يسمعوني. ودي بتودينا بقى لحته اهم، ان انا ابتدي اديله حريه الاختيار. وعلى فكره حريه الاختيار دي الناس فاكره انها لما يجي يخش جامعه، which is very sad ان في احيانا اصلا ناس ما بتديهاش وهم داخلين الجامعه. لا، حريه الاختيار دي من واحنا عيال صغير، تاكل كذا ولا كذا، تلبسي دي ولا دي، عايزه تشتري ايه النهارده، ايه اللي ناقصك، ايه اللي انت محتاجاه. ما انا لو ما حدش سالني الاسئله دي من وانا صغيره ما ينفعش تطلبوا مني الاجابه لما اكبر. وعشان كده بنشوف ادلتس كتيره جدا في حياتنا وناس كباره جدا تقول لك انا مش عارف انا محتاج ايه، انا مش عارف انا عايز ايه، انا مش عارف اذا ده ينفع ولا لا، انا عندي مشكله في اني اعمل قرار. نيجي ندور لورا نلاقي ان عمره ما خد قرار ياكل ايه حتى. خلاص كل حاجه هي بالظبط، هو انت داخل كل حاجه موجوده خلاص تمام. انت وانا بعمل لك احسن حاجه اقدر اعملها لك، فانت عايز ايه اكتر من كده؟ انا مش عايز يا سيدي احسن حاجه تعملها لي، انا عايز حاجه تانية خالص. بس انا ما تسمعتش. فالتواجد، الاستمراريه، النصح. الحاجه التانية بقى كمان ان انا بعد ما اعمل كل دول اتفهم انه شخص مستقل بذاته، ليه شخصيته وطباعه، ليه الطريقه اللي عايز يعمل بيها حياته. ان انا افهمه ان حياتك فيها responsibilities، في عندك مسؤوليات لازم تخلصها، وفي عندك حقوق لازم تاخدها. ما ينفعش نحط الاتنين مع بعض. عشان بقى نوصل لطريقه الكلام دي، اخر حاجه ازاي بتكلم ولادك. انت غلبتني، انت شاي جدا، انت مش ممكن انا بجد طلع عيني النهارده في المذاكره. كومنتس بنقولها عادي جدا في البيت، ها بلاش عبط. ليه؟ ما ده انا حاسس بايه ونفسي في ايه وعايز ايه، انتي شطيني خالص يعني، سفلتيني على الارض. فانا مش هقول لك حاجه، مش هقول لك ان انا متضايق مثلا. انت بتقول لي ايه الهبل ده، انت ايه اللي زعلك اصلا؟ فطريقه الكلام. لكن هل في صح وغلط؟ مش نوت صح وغلط، يعني نوت بقى الحته بتاعت يعني بتقولي دلوقتي مش مفيش اب كويس، او يعني مفيش بيرنت ان جنرال كويس، مفيش ام كويس يعني، او يعني مفيش. من وجهه نظر في اب مش كويس، في ام مش كويس بالظبط. بس يعني الكويس عارف هو مين؟ اللي حاول، اللي مدرك انه حاول. يعني من الاجابات اللي انت اديتني كانت ظريفه جدا، ان لا انا مش عارف. لان احنا ما حدش عارف. احنا بنربي لان احنا نفس الام والاب بيدوهم حديد واسمنت وبيدوهم بسكوته. اللي بيربي الحديد والاسمنت ما ينفعش يربي البسكوته، اللي بيمشي على الحديد والاسمنت ما يمشيش على البسكوت. صح. يبقى احنا بناخد حاجات مختلفه وبنمشي معاهم مراحل مختلفه، وفي اللي شاطر وفي اللي مش شاطر، وفي اللي عنده صحاب وفي اللي ما عندوش صحاب، وفي اللي عنده مشاكل مختلفه، وفي من اللي بيحب حاجات مختلفه غير الناس. احنا بني ادمين طبعا، كل حاجه متغيره طبعا، احنا متغيرين من كل حاجه يعني، سواء يعني يعني تربيه، دين، اخلاق، حياه، لايف ستايل بتاع ده يعني، ماديا، اجتماعيا، يعني كل حاجه في الحياه اكيد مختلفه بالزبط. كل واحد بيربي بطريقه، كل بس زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط، اللي هو ايه، في حته كده اللي هي الكونسبت بتاع الموضوع، او الاطار الاساسي بتاع العلاقه عامله ازاي. بعد كده ما نشوف بقى الزيادات عامله ايه، او ايه اللي ممكن يتغير هنا، او ايه او احنا اتغيرنا في ايه فهنغير في ايه يعني. طب فين الفخ بقى؟ عارف الفخ فين؟ الفخ في الجمله اللي قلتها بتاعت كل الابهات اللي حواليا غيروا دايبرز. الفخ في المتطلبات المجتمعيه، مش الاجتماعيه، المجتمعيه. اجتماعيا كل واحد فينا في سيكتور معين فبيحاول يتعايش مع السيكتور اللي هو فيه، لكن المجتمعيه احنا كمجتمع
احنا بطبيعتنا يعني بني ادمين، احنا اقرب حاجه لينا هي الذئاب. ان الذئاب بتعيش في باكس، احنا كمان بنحب الباكس، بنحب نلاقي حد ننتمي اليه. ففي حاجات مجتمعيه بتخلينا نشوف ان ده كويس، اني اجيب لولادي احسن حاجه. اني اشوف دلوقتي طفل عنده 4 سنين ماسك اخر ايفون، بابا ومامته شايفين دي حاجه كويسه، المجتمع شايف انها حاجه كويسه. وهنا انا بقى اللي محتاج اعمل ديسيجن، هل انا موافق على الحاجات المجتمعيه دي ولا لا انا مش موافق. فزي ما انت قلت انا ما بغيرتش دايبرز، مراتي كانت بتغيرهم، انا عمري ما عملت الحكايه دي. بس انا لما بقى قاعد وسط المجموعه احس بضغط قوي جدا. فانا بوقف الضغط ده ازاي؟ اني بفكر نفسي البني ادم تاني، انا عايز ايه، عايز اخرج ايه، وماليش دعوه بقى باللي حواليا بيقولوا ايه. طب ماليش دعوه خالص؟ لا، لان انا عندي في المرحله العمريه اللي انا كنت فيها الموروثات بتاعت انا شايف ايه صح، ومعتقداتي وديني واخلاقي وكل الكلام ده. فدول اللي بيحكموني. وعشان كده بنقول الاب والام لما يلاقوا نفسهم محتاسين يصلحوا نفسهم الاول، هيلاقوا نفسهم بيصلحوا الولاد. ما نصلحش نفسنا احنا الاول، اصل لا بايظه بالظبط كده، بايظه واللي خارجين بايظين. ما المكنه بايظه من الاساس. هتخرج نخرج هنبني 6 ادوار بس تنحط بالظبط في الاواعي بالظبط كده، ومع اول نفخه وقعوا 6 ورا بعض. مش كده؟ فهي دي الحته اللي احنا، فهل في صح وغلط؟ لا، في قواعد، في مشاكل مجتمعيه، وده التشالنج. لو زاد وعي بيهم قدرت اخد قرارات احسن، لو قل وعي بيهم قراراتي بقت فيها مشاكل اكتر. والله يعني شويه بوينتس مهمين الصراحه جدا جدا. فكر فيهم بقى في كل مره، فكر فيهم النهارده اصلا لما تروح. لا النهارده كفايه كده، كفايه قعدتهم يعني اقعد اذاكرهم بس الاول، او نقعد نقراهم بعد كده. انت عارف بقى ان هم بيجوا كده بالفطره زي ما قلنا، بس ما دام بقوا في دماغي هقدر انفذهم. بفكر فيهم دايما. الفكره ان احنا بنحاول، يعني انا مش بالظبط. معترض على المحاوله، يعني نحاول في كل حاجه طبعا. بنحاول، بس المره دي ما بقيناش بس بنحاول، بقينا بنحاول بوعي. بنحاول بفهم. يعني انا بقولها على مستوى البيزنس مثلا، على طول بقول احنا بنجرب وبنسعى وما بنحبطش. تمام. هنا مفيش تجربه، او يعني هنا موضوع تجربه صعبه. يعني احنا بنجرب في البيزنس، في السوق، في الماركت، في حياتنا، في الحاجات اللي هي العاديه بتاعت اليوم، تراي اند ايرور في اي حاجه. لكن هنا في مشكله في التراي اند ايرور، يعني في الاخر احنا هنا في تراي اند ايرور، بس تراي اند ايرور بقوانين تحمي الاوتكم اكتر بكتير من في الشغل. غير بس القوانين، كمان مشاعر معينه عندي تجاه ولادي بتعمل لي فلتر طبيعي عن ان انا اتصرف تصرفات معينه. الفكره هنا اجان في الوعي. لو الانسان واعي لتصرفاته، الام لو زعل ابنها وشافت نظره خوف في عينيه، لو هي واعيه هتقف. كانت قاعده لطيفه جدا الحقيقه، وهو بيس قوي مع نفسه، يعني مبسوط جدا، مرتاح جدا مع نفسه، مرتاح في جنده. عجبني قوي كمان ازاي بيرد على الاسئله من غير ما يكون، لو مش عارف انا مش عارف، لو عارف انا عارف. يعني خلت الحديث يمشي بشكل بصراحه كان مريح قوي. لا والناس فرحتني جدا جدا جدا، فكانت قاعده لطيفه. بصي متشكره بجد، الشرف لينا، وانا مبسوط قوي من الكلام اللي انت قلتيه، لان فعلا كنت منبهر انه ازاي عنده الشجاعه صح ان هو بيتكلم قدام الكاميرا وبيقول مش عارف. بالظبط، عادي جدا. والحته دي انا عايز اعرفها. يعني بجد كانت حاجه قليل قوي لما تشوف حد عنده الاستعداد قدام الكاميرا انه يكسبوز نفسه بالشكل ده ويوري انا يا جماعه انا ما اعرفش. واي ثينك انها هتكون مفيده قوي لاشخاص تانيين ويشوفوا قد ايه هو اوكي يا جماعه ما نعرفش. محمد، احب اسالك بقى، قول ايه خلينا نقول ايه الحاجه اللي انت اكتسبتها من الحوار النهارده مع نهله؟ هو في 5 حاجات كده المفروض ان هم كانوا يتكتبوا، كانت معايا ورقه وقلم بس، فانا يعني هلحقها حالا واروح كاتبهم وراه عشان ارجع، عشان يعني كده فاهم، ما بجمعش الحاجه لما بكتبها. من عينيا. ايه ده اصلا؟ من عينيا. اكتب يا باشا. طب قول لي انت حاسس ايه الحاجه اللي انت فعلا اخدتها، يعني
لا فعلا انا ارتحت الحوار. كده كده، حوار ده موضوع مهم. تمام. دي حاجه انا هروح النهارده عارف اللي هو مذاكره طالب ليله الامتحان، انا هاخد بقى الحاجات دي عشان ابتدي كده بكره الصبح نشوف الموضوع بيقول ايه. انت حاسس بده؟ اه طيب. يعني لو اصلا انا كنت بسالك بقول لك في الاول اصلا اللي هو انا مش عارف في حد اصلا ممكن يكون اصلا فاهم في يعني اللي هو أيوة لا. انا يعني حرفيا ما اعرفش، يعني انا بسالك بجد اللي هو سبحان الله. يعني انا مش عارف هل في حد اصلا ليه علاقه بالموضوع ده اصلا، ولا احنا كده اللي هو احنا عايشينه وخلاص وبنشوف الكلام هيقول ايه بس. بالظبط بالظبط. طب بعد ما انت خدت الحوار، في حاجه مثلا خلينا نقول حاجه جديده نورت معاك، او حاجه معينه انت حابب ان دي فعلا حاجه انا ما فكرتش فيها قبل كده مثلا؟ يعني في حته بقولها مثلا في البيزنس على طول، في حته اللي هو الصح والغلط، ما فيش صح وغلط، وان احنا بالنسبه لنا الصح وغلط الدين وي غير كده ما فيش. الحاجات كلها نسبيه. فانا كان بالنسبه لي بقى ان الحته بتاعه تربيه الاطفال دي لا فيها صح وغلط، هو صح غلط بس. فانا اكتشفت النهارده ان ما ينفعش صح وغلط برضو، عادي خالص يعني، عادي ان انت بتجرب في اطار معين، ما بتجربش وخلاص، بتجرب بشكل مدروس او شكل معروف اوله من اخره فين. بس في الاخر هي تجربه، وانت في الاخر هتشوف نتيجتها بعد كده على حسب بقى انت هتعمل ايه. بالظبط بالظبط. طب وحاسس ان انت التحدي، قبل ما انا اسالك فيه في الاول خالص، حاسس ان هو نظرتك ليه اختلفت شويه؟ لا هو ستيل كده هيفضل تحدي، يعني هو تحدي بس، او يعني ممكن يكون بس يعني عارف اللي هو التحدي اللي انت مش عارف له اصلا هتمشي فيه ازاي. فلو انت ماشي وخلاص، انت دلوقتي ممكن تبقى عرفت ان او تخلق او يبقى في حد ممكن يحطك على التراك اللي تمشي فيه وفي الحته دي بس. فانا اكتشفت ده النهارده اللي هو ده ممكن يكون في شخص يخليني امشي على التراك ده عادي، او امشي على الاقل ابقى بدل ما انا اصلا الجو مشبر قدامي، لا في نور شبوره، في حاجه، في حاجه تخليني اشوف الطريق، اللي هو اعرف اتحسس الطريق من الاخر يعني. سبحان الله، حلوه دي. يعني انت حسيت ان انت الطريق كان فيه شبوره، لكن لا بعد النهارده شبوره بس خلاص، هو شبوره هو شبوره. وحاسس دلوقتي لا، هو في ضوء في الشبوره دي. بس خلاص في ضوء ظهر، اللي هو لا احنا ممكن نشوف ونتحرك كده ونشوف الدنيا بتقول ايه. اللي هو ايه الضوء ده؟ اللي هو يعني انت جبت لي يعني حد قعد معايا حكى لي، يعني حسيت ان قصدك الشخص انا كان عايز ابتدي بالنسبه الأول لك، بقى. عايزك الشخص الشخص كان ممكن بالنسبه لك ضوء. ممكن يكون شخص، ممكن يكون الكلام اللي الشخص قاله، ممكن يكون التفاصيل بتاعه الموضوع نفسها، بس في الاخر ما كانش ده يعني، دي حاجه انا ما كنتش عارف ان ده اوبشن. عارف لو انت مش عارف ده اوبشن ولا لا يعني. بس تحفه تحفه. بس الحاجه دي جميله جدا. دي حاجه مهمه جدا، يعني هي بالنسبه لي هي اهم حاجه في حياتي، يعني هو شغلي وده فيعني شغلك والاولاد طبعا اهم حاجه. بالظبط. وانت بصراحه يعني كنت عمال اسمع عن الحوار، انت باين قوي قد ايه بتحبهم. حرفيا يعني هو بص هو الطبيعي يعني برضه دي، ما اعرفش هل في مثلا اب او ام ممكن في يوم من الايام ما يحبوش عيالهم، او ان هو دي انا ما اعرفهاش، بس انا بحبهم بزياده، بحبهم جدا طبعا. بس اي ثينك ان دي الفطره يعني، ده الطبيعي. بس في حد ممكن يعني ما يبقاش كويس مع اولاده، سواء اب او ام، عشان هو مش عارف هو يعمل ايه، او يكون فعلا بقى خلاص مش فارق معاه. بس ممكن. صح صح. وان شاء الله هتعمل الصح، ما تقلقش. هحاول ما تقلقش. هحاول. انت النهارده معانا النهارده في برنامج يعني هيلب يور سيلف، فانت الفكره كلها ان انت هتحاول تساعد نفسك بنفسك. وزي ما انت قلت الضوء ده اللي كان موجود في الشبوره، هو لسه في شبوره زي ما قلت، بس لا في ضوء. كونفرزيشن، حوار كان جميل جدا. وانا كنت مبسوط قوي ان انت يعني بتفتح قلبك. اوكي، ده اللي انا بفكر فيه، بتفتح عقلك، ده الحته اللي يعني عملت كده يعني. حوار بصراحه خلاني افكر لما اتجوز واخلف. برضو يعني ما هشوف لحقتش لك اخلف، خلاص ما لحقتش اخلف. انت اديتني 120 ثانيه. لا انا اقتنعت ان في ممكن حد يمشينا على التراك، فكده كده خلاص انا هشوف لك عروسه ونشوف الموضوع بس. الله خلاص يخليك. يعني ما يعني انا مطمن الله يخليك. بس. طيب انا هسألك سؤال تاني. هو لو حد في التحدي اللي انت بتمر فيه النهارده، تقدر تقول لهم ايه كرسالة؟ وحد يعني بالظبط في رحلتك وفي الشبورة دي. والله يعني ممكن ابسط حاجه تتقال ما تخلفش لو انت مش عارف، لو مش عارف هتعمل ايه يعني. لو انت مش عارف انت هتعمل ايه خالص، لا ما تخلفش، اعرف الاول هتعمل ايه بعد كده بقى روح خلف. هتعمل ايه؟ يعني اعرف الاول انت هتعمل ايه مع الولاد اللي جايين، بعد كده بقى روح خلف. لكن ما خلفش بعد كده بقى اشوف او ارميهم بقى، او ما اعرفش اعمل معاهم ايه. فيعني مسؤولية طبعا. طبعا. يعني تعرف ان انا كنت بتسال على الجواز مسؤوليه ولا لا، كنت بقول لا. الجواز نفسه عمري ما قلت ان الجواز مسؤوليه، عمري في حياتي. بالنسبه لي مسؤوليه الشغل اقوى من مسؤوليه الجواز، لكن الولاد مسؤوليه. الانسان اللي جاي ده. بالظبط.
هو انسان ملوش اي ذنب في الحياه غير انت جبته بس كده. صح صح. هتتعامل معاه ازاي؟ هتطلعه ازاي بقى؟ هتطلعه معقد ولا كويس ولا شاطر ولا وضعه ايه؟ ولا قصير مثلا زي يعني تعرفش يعني تعرفش يس. طيب عايز اسالك سؤال اخير. اسالني. ايه الوعد اللي محمد هيقوله لمحمد بعد ما، خلينا نقول الوعد ده ايه، يكون حاجه انت هتقولها لنفسك، حاجه واحده هتعملها مختلفه بعد الحوار معانا النهارده، اوكي. وعايزك الوعد ده اللي هتديه لنفسك تكتبه على ورقه وقلم، ما توروناش. اوكي هو انا هكتبه، بس انا يعني انا هوعدك وعد ان هو ده مش وعد، ان هو اللي انا هكتبه هو ده هيبقى قرار انا هنفذه من النهارده بس. تحفه. بس كده. خلاص اتفقنا. اوكي. ماشي اتفضل خد وقتك. تمام كده. تسلم ايدك. القرار مش الوعد. بس قرار. بالظبط. تحفه. محمد هاخد الورقه عشان مش هديلك. خلاص اتفقنا. خد ورقتك وقلمك. شكرا. انا كده تمام. فرصه سعيده جدا يا محمد، أنا نورتني. ميرسي ليك حبيبي. شكرا ليك.